اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دايما نبتدي كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة معايا وصفة جميلة لذيذة سهلة، أكنك بتاكلي قطعة جاتو، وأقل قطعة جاتو يعني لو هتحسبيها انك دي هتطلع لك حوالي 8 قطع يعني بمبلغ. ده مش هيكلفنا حاجة. المقادير اللي معايا والمكونات اللي معايا حاجات بسيطة جدا. يلا بينا اقولك مقادير الوصفة اسمها جاتو شاتو. ده هعمله بالكريم كراميل، وانا زي ما قلت ان الكريم كراميل حاجة جميلة جدا الاطفال بيحبوها. عندي اول حاجة كوباية اللبن اهي، وعندي كوباية الا ربع زيت. طبعا عندي باكو كريم كراميل، اي نوع انت بتفضليه، فيه بالشوكولاته، فيه عادي اللي انت تفضليه. معايا بيكنج باودر، ممكن اللي ما عندوش بواكي بيحط حوالي كوبايه، معلقه مليانه، معلقه معياريه كبيره مليانه. بضايه واحده ما فيهاش اي مشكله. انا عن نفسي بحط بضايه مع باكل بيكنج باودر، بتعمل فوليوم حلو قوي للكيكه وبتبقى طريه. فانيليا، ومعايا كوبايه سكر، لو عايزاها مسكره ممكن يبقى كوبايه وربع سكر، لكن انا بحبها كوبايه. ومعايا كوبايه ونص دقيق انا نخلاهم وحاطه عليهم رشه ملح بسيطه. هنبتدي نطبق الوصفه وهوريكي قد ايه هي سهله وجميله. يلا بينا. وهنبتدي نحط المكونات في الخلاط، بأبسط من كده مش هتلاقي. ومعايا ابني الحبيب الجميل جاي بيساعدني. عاملين ايه النهارده؟ هساعد ماما في الجاتو شاتو. كوبايه اللبن كامله. بسم الله بسم الله. احط من وهنحط السكر وهنشغل الخلاط وهنرجع لكم. نضرب اللبن مع السكر. هنا كنت بحط كوباية إلا ربع زيت على سمنة، لأن الصوت توقف في أثناء الفيديو، فكان في الخلاط عندنا كوباية سكر وكوباية لبن، وحطيت عليهم كوباية إلا ربع زيت على سمنة. وهنزل بعد كده بباكل كريم كراميل، وهضربهم في الخلاط بسنة الفانيليا من غير البيض، وخدت كوباية. وهنكمل باقي الفيديو زي ما هتشوفوا. هنضرب برضو ونخلط كويس. وهنحط الفانيليا طبعا هتدي طعم، وكده كده هي برضو هتغطي على الزفارة بتاعة البيضة. هنضرب كل المكونات اللي هي عبارة عن كوباية لبن، كوباية سكر، كوباية الا ربع سمنة على زيت او زيت بس، وسنة الفانيليا. هنضربهم وباكل كريم كراميل هضربهم وارجع لك. يا ترى انا ليه ما حطيتش البيضه؟ بصي الخليط بتاعنا تقل جوه وبقى جميل ازاي. ليه انا ما حطيتش البيضه دلوقتي؟ لان انا وانتي لو هتلاحظي ان المقدار مش زي بعضه. يعني انتي لو هتعملي كيكه بس ما كنتيش هتحطي كل ده، لان كوبايه الدقيق نصها سمنه او زيت، نص السمنه او زيت سكر، فكوبايه الدقيق كانت هتبقى نص سكر ربع سمنه او زيت. لكن انا حطيت ليه كده؟ لان انا دلوقتي هاخد كوبايه، عشان ده هيبقى الصوص الجميل اللي هعمل بيه الجاتو. تبقى قطعة جميلة جدا هتاكليها وهتحسي فعلا انك حاجة نظيفة وجايباها وعاملاها في البيت. هاخد الكوباية طبعا من اللي انا كنت شغالة بيهم نفس المعيار، وهنصبهم جوه الكوبايه زي ماما بتصبهم بصي كده. القوام تقيل وريحته تحفة وجميل ازاي. طبعا كل ده هيبقى ايه توبنج للكيكة اللي احنا هنعملها. بس هي كده حبة حلوين قوي. شكله حلو قوي. دلوقتي بقى نفس المكونات اللي في الخلاط هنزل عليهم البيضة بس. طبعا يا صحابي دلوقتي هنحط البيضة الخطيرة.
هنضرب بقى الخليط كويس جدا جدا، وهننزل بيه على خليط الدقيق اللي هو عباره عن وخلي كوبايه بالك- ونص. دلوقتي هننزل بقى بالخليط على كوبايه ونص دقيق. هنحط باكو البيكنج باودر. ثواني هفتحه واجيلكم. هنقلب بس الاول طبعا البيكنج باودر مع الدقيق كويس جدا. لو اقولك ان خلاص هتقلبي كله مع بعض والوصفه هتمتزج مع بعض وتصبيها في صينيه تدخليها الفرن، اقولك خلصت، مش هتصدقي من كتر سهولتها. كله في الخلاط وبكوبايه معياريه واحده 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 واحده، واحده زيت، واحده سكر، واحد الا ربع سمنه، واحده لبن، واحده سكر، واحده الا ربع سمنه على زيت. كده انا قلبتهم كويس جدا. هبتدي بقى انزل بالخليط. بصي جمال الخليط وهو نازل، ممتزج وتقيل وجميل. بس بقى ده طبعا بعد ما ضفنا عليه البيضة. هنضف بقى الخلاط من الخليط وارجع لك. ورجعنا لكم. بصي انا عن نفسي لقيتها تقيله شويه. هي هتبقى كوبايه دقيق معاكي مظبوطه جدا لو هتحطي بيضايه. لو هتحطي بيضتين مفيش مشكله انك تحطي كوبايه ونص دقيق ومعاها حوالي 2 بيضه، وهتزودي سنه لبن زياده. يعني هي ايه قوام الكيكه اهو المظبوط بتاعي. ضربتها كويس. طبعا بقى دلوقتي هجيب الصينيه بتاعتي افضيها واظبط درجه حراره الفرن على حوالي 180. مش هتاخد معاكي 35 دقيقه. وهنشوفها لما تطلع ازاي هنكملها ونحط عليها الكوبايه الصوص اللي احنا شلناه على جنب. وجبنا الصينيه دهناها باي ماده دهنيه، وبتحط لها طبعا دقيق علشان الخليط بتاعك ما يلزقش. طبعا بديها لفه كمان. طبعا لسه في قناتي هتشوفي وصفات بيتزا. بعمل بيتزا حلو واقتصاديه جدا، كريبات، كل ما تحتاجه الام المصريه المبتدئه ان هي تعمل اكله حلوه لولادها. ان شاء الله هتلاقيها معايا وبدايات كويسه مع بعض باذن الله. بصي انت لو عايزه الصينيه تتحكم في سمك الكيكه، بمعنى ان انا دلوقتي دي صينيه واسعه فهتطلع كيكه رقيقه، مش هتطلعها عاليه قوي. لو هتحطي صينيه اقل في السمك صغيره هتطلعها لك اعلى شويه. فهي كل ما توسعي طبعا هتلاقي الكيكه معاكي مش عاليه قوي، وكل ما هتقللي حجم الصينيه هتلاقي الكيكه عاليه. لكن هو ده شبه جاتو، فمش شبه، هيفضل ان هي تبقى الكيكه عاليه قوي معاكي عشان تحسي بطعم الصوص على قطعه الكيكه. هوزعها وهدخلها الفرن. ودلوقتي هدخل الصينيه بتاعتي الفرن على نار متوسطه، واول ما تطلع وقبل ما اصب الصوص هوريكي هعمل فيها خطوه هتخليها طريه جدا. شكل الكيكه واشوفها. بصوا بقى معايا شكلها تحفه ازاي. عشان بعمل لها ممكن تشيك. بصوا بدخل ده كده، لو ده طلع نضيف تعرفوا ان هي استوت. هطلعها ولازم تهدى تماما واحط عليها بقى الصوص وهنشوف شكلها من الفرن. بصوا طريه جدا. انا خرمتها بالستيك كده. انا لاقياها طريه فما سقيتهاش لبن. انت لو لقيتيها ناشفه شويه ممكن بتسقيها حوالي تلت كوبايه لبن. بصي ما شاء الله الكوبايه رغم ان الصينيه صغيره عملت قد ايه، والفوليوم بتاعها برده هتشوفيه سمكه عالي. طيب نبتدي بقى ان احنا الكوبايه اللي حطيناها على جنب بتاعت الصوص ننزل بقى بيها كده. وهنوزعها. ثانيه واحده اجيب السباتولا. هنوزعها كده. طبعا احنا بنستنى الكيكه تبرد ليه؟ عشان الكريم كراميل ما ينزلش يسيح.
نحاول بقى ان احنا بنوزع كده. وبرده في طريقة جاتو تانية، برده جاتو شاتو شوكولاتة، برضو هعملها لك، بتبقى بصوص الشوكولاته. هنتعلم مع بعض نعمل صوص شوكولاته اقتصادي جدا، من غير يعني بمجرد حاجات بسيطه، بكاكاو وزيت وحاجه بسيطه. بس بحاول هوزعها وهرجع لك. بصي هنزل كده بصوص الكراميل بتاعي، وهنعمل له شكل كده بالستيك برضو حلو. بصي بتمسكي بقى الستيك كده، كأنك رسمة وردة بشكل عشوائي كده، شايفة عملت الشكل. ودي صينية الجاتو شاتو بتاعتنا. هطلع لك قطعة واوريكي الكيكة وهشاشنها من جوه وجمالها، وبألف هنا وشفا عليكي. وبنجيبها من السوبر ماركت، بتتباع ب2 جنيه الكيس. اي صوص انت عايزاه، كراميل، فراولة، اي حاجة بتعززي بيه الطعم. وطبعا عادي يعني مقطع عادي مفيش مشاكل. فدلوقتي انا بصي ده الكراميل الجاهز غير الكراميل بتاع برضه هنزل واو، بيه كده. شايفين لونه عامل ازاي. انا مش هكتر، الكيس كبير خلي بالكم، ممكن الولاد تكمل في اطباقها. برضو وهعمل كده. هو لونه اغمق من الكراميل العادي. بس اداني بقى ايه تمويجه حلوه كده. هنبتدي بقى نقطعها ونغرفها. وبصي بقى الجمال، بصي طلعت انا عملتها كده مثلثات. بصي من طريانها حتى اتقطعت ازاي، طريه جدا من جوه، طريه جدا. هنحطها بقى في الطبق. بصي المنظر، بصي هي مش مستحمله، بصي شايفين. وبألف هنا وشفا. واتمنى اللي يطبق اي وصفه لو عنده اي ملحوظه يقول لي. ودي كانت الجاتو شاتو وصفتنا النهارده.